طريقة جديدة للبطاطس هتنسيكم أي طريقة تانية جربتوها قبل كده، بتطلع لذيذة ومقرمشة من غير قلي ولا تحمير وطعمها رهيب. حبتين كبار من البطاطس قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم مكعبات كبيرة وهسلقهم سلقة كاملة على النار. بعد كده هصفيهم من المية بعد السلق وهرسهم بشوكة واضيف عليهم معلقة زبدة وشوية توابل. التوابل دي عبارة عن ملح وفلفل كمون وكزبرة وبابريكا، من كل حاجة نص معلقة صغيرة. هزود كمان بيضة ومعلقة كبيرة دقيق، ودول بيمسكوا البطاطس معانا. هقلب بقى كل المكونات مع بعض كده كويس، وعندي بقى شوية من البقسماط هفرشهم كده على ورقة او ممكن على طبق كبير او صينية، وابتدي افرد عليهم البطاطس بالطريقة دي. البقسماط هنا بيديها طبقة قرمشة تجنن، وكمان لون حلو قوي من بره. بعد بقى ما فردتها كده ببدأ احط الحشوة في النص. استخدمت في الحشوة جبنة موتزاريلا مع فلفل وبصل وزيتون، كان عندي كمان كام شريحة كده من السلامي قطعتهم قطع صغيرة. ممكن تحطوا بسطرمة وممكن تحطوا اي حشوة موجودة عندكم. قفلت بقى الاطراف كده على بعضها بحيث تغطي الحشوة تماما وما تكونش باينة خالص. كده بقت عندي على شكل فطيرة. هاخدها بقى في طاسة يكون فيها معلقة زيت كده، واحط الفطيرة بتاعتي وابدأ اسويها على نار وسط. بخليها كده على اول جهة 5 دقايق لغاية ما تلون كده وتاخد لون حلو من تحت، وبعد كده اقلبها على الجهة التانية. بحط الاول معلقة زيت كمان في الطاسة وبقلبها على الناحية التانية وبخليها تكمل سوا. واهم حاجة النار ما تبقاش عالية قوي علشان تاخد وقتها كويس. هتاخد على كل جهة 5 دقايق بس وتبقى استوت معانا. وبس كده. انا سميتها فطيرة البطاطس المقرمشة لانها بجد مقرمشة وطعمها يجنن. تنفع فطار او عشاء، طعمها لذيذ وهتدمنوها ومش هتشبعوا اكل منها. لازم تجربوها.